السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الجمال اللي انتوا شايفينه ده كله، الايس كريم بست نكهات بمكونات بسيطه، باربع مكونات من ضمنهم مكون اختياري وثلاثه اساسيين. هنعمل اساس الايس كريم وكمان هنطلع منه ست نكهات مختلفه متنوعه. الايس كريم طرق كتيره ومتنوعه، النهارده اخترت اعمل معاكم الطريقه دي، وان شاء الله الايام اللي جايه هنعمل ايس كريم بطرق تانية كتيره اقتصاديه اكتر. يلا نسمي الله ونبدا مع بعض. المكونات اللي هنحتاجها علشان نعمل الايس كريم: ثلاث مكونات اساسيين. المكون الرابع اختياري: كوبايه من الحليب المكثف، وكوبايه من كريم شانتيه البودر الخام، وعلبه من كريمه الخفق للحلويات وهي دي الاختياري، وكوبايتين ونص من اللبن او من الحليب ويكون متلج على قد ما نقدر كده. قبل ما نشتغل بيه ندخله الفريزر لمده ساعه علشان نبرده على قد ما نقدر. يلا بينا نبدأ، وهنشتغل بالراحة كده علشان نوضح كل الخطوات بالتفصيل. هنبدأ أول حاجة نحط اللبن بتاعنا أو الحليب في البولة، والبولة زي ما انتوا شايفينها كده مشبرة، دخلتها الفريزر نص ساعة تبرد، وبعدين حطيت عليه كوباية كريم شانتيه البودر، وهنبتدي نشغل المضرب لمدة 5 أو 6 دقايق كده لحد ما الخليط كله يختلط ببعضه. بعد كده هنزود كوبايه الحليب المكثف، ودي هتكون التحليه بتاعتنا لكل كميه الايس كريم اللي هنعملها النهارده. يعني مش هنحلي بقى لا بسكر بودر ولا هنحلي بعسل نحل ولا عسل جلوكوز ولا اي حاجه. هنضيف الحليب المكثف وهنشغل المضرب 5 6 دقايق تاني لحد ما الايس كريم او المكونات بتاعتنا تبتدي تتقل كده وتلف معانا شويه. هتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تقيله لكن سايله. بعد كده هنزود علبة كريمة الخفق، ودي ممكن نستغنى عنها لكنها بتدي طعم مميز جدا وغني للآيس كريم. لكن لو مش موجودة ممكن نستغنى عنها عادي جدا، مش هتأثر تأثير كبير أو مش هتخلي الآيس كريم يعني قوامه يختلف ولا أي حاجة. وهنشغل تاني، والمرة دي بقى مش هنشغل المضرب كتير، يعني دقيقتين 3 بس. مش هنزود في الخفق علشان الكريمة ما تفصلش معانا. أنا عايزاه يوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. وكده بقى معانا اساس الايس كريم بدون اي نكهات او بدون اي اطعم. هنبدأ بقى ناخد منه ونقسمه على العلب بتاعتنا، وانا هقسمه هنا على 6 علب علشان هعمل 6 نكهات. صبيت الخليط بتاع اللي هو اساس الايس كريم اللي مش واخد اي طعم في 5 علب، وانا معايا شويه دلوقتي في البوله هعمل بيهم اول طعم. انا عايزه اعمل بطعم الفراوله، بما ان مفيش فراوله في السوق دلوقتي واللي كان عندي في الفريزر خلاص خلص، فانا هعمل بمربى الفراوله. حطيت معلقتين مربى فراوله، وحطيت حوالي نص علبه لبن اللي هي واخده طعم الفراوله الجاهزه، علشان بس تديها طعم وريحه كده جميله. كده جهزت اول نوع عندي ايس كريم بطعم الفراوله، وهصبه في العلبه بتاعته. العلب البلاستيك دي هي احلى حاجه تحفظي فيها الحاجه في الفريزر، مناسبه جدا انك تحفظي فيها، عايزه تحفظي فيها خضار، عايزه تحفظي فيها صلصه ايس كريم، فدي بتبقى احلى حاجه تتحط في الفريزر، مناسبه جدا. انا عملت بطعم الفراوله دلوقتي. عايزه اقول لكم على حاجه، ممكن حد يقول لا الايس كريم بالشكل ده هيبقى مكلف. هو فعلا هيكون مكلف لو احنا جبنا كل حاجتنا جاهزه، يعني لو جبت علبه لبن مكثف جاهزه ولو جبت علبه نوتيلا جاهزه هيبقى فعلا مكلف. لكن بما اننا عاملينه كل حاجتنا في البيت فهيبقى تقريبا موفرنا نص التكلفه. انا دلوقتي اللي بعمله هعمله بطعم الفانيليا، هو اساس الايس كريم بتاعي اللي مش واخد اي طعم. هحط عليه نص معلقه فانيليا سايله. الفانيليا سايله جميله جدا، بتفرق كتير عن البودر، بتدي طعم وريحه جميله، فهستخدمها وما تكتريش منها علشان لو كترتي هتدي طعم مراره. كده بقينا معانا تاني نوع ايس كريم. التالت نوع بقى هنعمل بطعم البوريو او الاوريو، وده طبعا المفضل ومحبب جدا للاطفال. هجيب باكو اوريو وهكسره كده، بس مش هطحنه علشان احس برضو بطعم البسكوت في الايس كريم. كده بقينا معانا النوع التالت بطعم الاوريو. شفتوا ازاي من كوبايتين ونص لبن قدرنا نطلع كذا نوع؟ لحد دلوقتي معانا 3 انواع ولسه فاضل 3 تانيين. هحط برضو على الوش فرافيت اوريو، ازين بيهم بس العلبة عشان وانا بخرجه من الفريزر ابقى عارفة كل حاجة بطعم ايه. طبعا انا هحفظه في الفريزر مدة ما تقلش عن من 8 ل 10 ساعات. يعني يا ريت لو عايزين ناكله مثلا بكرة ايس كريم نبتدي نجهزه من قبلها بيوم بالليل. رابع طعم هعمل بطعم الشوكولاتة. هحط معلقة شوكولاتة خام دارك، طبعا مش هحلي، هو كل اساس الايس كريم اللي انا عاملاه الاولاني بما اني حطيت فيه اللبن المكثف فخد التحليه الكافيه خلاص.
هقلبه كويس لحد ما اخلطه ببعضه. انا ممكن احط معلقه او معلقتين على حسب درجه اللون، بس يعني هي ملهاش مقدار معين، عايزاه غامق عايزاه فاتح تقدري تتحكمي بنفسك. وهحط برضو يعني معلقتين نوتيلا كده من اللي احنا كنا جهزناهم. كده بقى معانا رابع نوع ايس كريم بطعم الشوكولاته. النكهتين اللي جايين بقى هعملهم بطعم الفواكه. تقدري بقى تعملي اي نوع فاكهه تحبيها، بس لازم تلاحظي انك تكوني حطاها في الفريزر الاول، مفرزه الفاكهه متلجاها، وبعدين نجيب الكبه بتاعتنا او الخلاط هنخلطها كويس جدا لحد ما تبقى ناعمه بيوريه، وهنبتدي نحطها على اساس الايس كريم، سواء بقى مانجا فراوله كانتالوب موز. انا النهارده هعمل بطعم المانجا، والاخر نكهه هعملها بطعم الموز. على فكرة العلبة دي وزنها أكتر من نص كيلو، مقارنة بقى بأي محل بتاع آيس كريم كويس بنثق فيه. لو رحنا كده نجيب من عنده علبة عائلية، طبعا انتوا عارفين التمن بيبقى كام، يعني أكتر من 50 جنيه. احنا مش عندنا علبة واحدة، ده احنا عندنا 6 علب عائلية. اللي بعدها بطعم الموز. مفرزة الموز زي ما قلتلكوا، هضربه كويس جدا في الكبة لحد ما يبقى ناعم بيوريه، وهخلطه. نقدر بقى نعمل بنكهة المشمش، نقدر نعمل بفاكهة الكنتالوب، بأي فاكهة تفضلوها، بطعم التوت، بأي فاكهة تفضلوها نقدر نعملها بنفس الطريقة. ممكن كمان نعمل بصوص الكراميل، لو عندنا صوص كراميل نقدر نعمل برضو نوع بطعم الكراميل أو بالمكسرات. وعامة هو الآيس كريم أساسا يعني ليه طرق كتيرة جدا متعددة. النهاردة احنا خدنا الطريقة دي، الأيام اللي جاية إن شاء الله هنعمل طريقة اقتصادية أكتر تبقى غير مكلفة. هنحطه في الفريزر زي ما قلت لكم مش أقل من 8 أو 10 ساعات. انا كده عدى عليه 8 ساعات، هخرجه. هبتدي بقى اوريه لكم اقدمه معاكم. شايفين ما شاء الله، كل ده بكوبايتين ونص لبن بس. قدرنا نعمل 6 علب بحجم عائلي، وبعدين ايس كريم نضيف ومغذي وطبيعي 100%، ما فيهوش اي مكسبات لون او طعم او ريحه. الست انواع اللي عملناهم اهو. هنبتدي نغرف بقى. معانا معلقه الايس كريم او حتى معلقه عاديه، بس خلي جنبك طبق فيه ميه سخنه علشان تقدري تخرجي الايس كريم بسهوله من العلبه. يعني كل ما تاخدي نوع حطي المعلقه بتاعتك في ميه سخنه عشان تقدري تاخدي النوع اللي بعده. تقدري بقى تغرفيهم زي ما انت عايزه. ولادك بيحبوا طعمه معين تعمليه، تحبي تحطي مشكل، كاسات مشكله كده تزينيهم بقى. التزيين ده بقى زي ما انت عايزه، ابتكري بقى وفنني زي ما انت عايزه. هنحطوا صوص كراميل، صوص شوكولاته زي ما انا حاطه كده، فرماسي ملون، مكسرات، جوز هند، بسكوت، قطع فاكهه. زيني بقى وابتكري كده براحتك خالص. انا مش عايزه اقول لكم في الاخر غير كلمه واحده بس، هو يستحق التجربه، يا ريت تجربوه. مستنيه رايكم في التعليقات، ولو عجبتكم الوصفه ما تنسوش اللايك والشير، واللي لسه ما اشتركش معايا في القناه يشترك ويفعل زرار الجرس عشان يوصلكم كل جديد اول باول. اشوفكم على خير في وصفات احلى. سلام عليكم.